السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء غريب على ساحل شيكوزا في اليابان يثير الرعب. هذا الشيء عبارة عن كرة بقطر متر ونصف المتر، يثير الذعر على أحد شواطئ اليابان. لكن في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ارتدى الفاحصون ملابس خاصة واقية، ولم تعلن النتائج بعد. كشفت وسائل إعلام يابانية عن واقعة غامضة من نوعها، حيث قابلت إحدى السيدات شاطئ سوهوما الواقع في مدينة هاماتوسو اليابانية كرة معدنية ضخمة يبلغ قطرها ما يصل إلى 5 أمتار، تسببت في حالة من الذعر والغموض. نقلت وكالة الأنباء اليابانية NHK أن السيدة خلال وجودها على الشاطئ وجدت تلك الكرة الضخمة، وقررت إبلاغ الشرطة المحلية، مما دعا قوات الشرطة إلى تطويق المكان وإخلائه بشكل كامل من المتواجدين. وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة ما زالت تتحرى عن هوية ذلك الجسم الغريب وتحاول فهم ماهيته، مع تأكيدها على أنه يبدو أنه جسم غير قابل للانفجار، فيما تظل هويته وحقيقته غامضة وغير معروفة. تسبب هذا الفيديو في حالة من الجدل بين المعلقين، من بين ربط الأمر بالأشياء الغريبة التي تظهر في الفضاء مؤخرا في عدد من الدول، وآخرين توقعوا أن يكون ذلك الجسم ساقط من الفضاء دون الوصول حتى الآن إلى دليل واضح. سلم يا رب سلم. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.